الفيديو ده هو الثالث والأخير في المستوى الأولاني من الكورس ده. قلنا احنا عندنا 3 مستويات، كل مستوى 3 فيديوهات. ودلوقتي جه الوقت اللي أكلمك فيه على إمتى القلق يبقى إدمان. أنا هدفي في الفيديو ده في المرحلة دي من الكورس إني أقنعك إن أنت بتقلق علشان لو أنت شخص قلق يعني وبتقلق في معظم حياتك، ده علشان جسمك بقى بيحب يقلق، هو بيحب الحالة دي. هتسألني وتقول لي يعني يا نادر، يعني هو المخ والجسم مش عارف ان القلق ده حاجة وحشة؟ اقول لك لا طبعا، جسمك ملوش علاقة بالحلو والوحش، المفيد والمضر. امال ليه علاقة بايه؟ هو بيفضل حاجة معينة على اساس ايه؟ على اساس ان الاحساس ده عالي ولا لا. يعني مخك او جسمك بيحب انك تحس باحساس عالي، انك تكون مستثار جدا، ايا كانت بقى الاثاره دي كسعاده ولا كخوف او قلق. علشان كده انت لو قعدت لوحدك 5 دقايق هتلاقي نفسك مش قاعد على بعضك، قاعد بتفرك بتتهرش، مخك عاوزك تقوم تعمل اي حاجه. لا، انا لازم اكون مستثار، لكن اقعد كده في اللا شيء لا، ما بحبش الحاله دي. طيب ايه اللي حالة القلق او الخوف بتعمله في جسمك عشان جسمك يحب القلق قوي كده ويدمنه؟ انت يا صديقي لما بتقلق او لما بتخاف بيتم افراز هرمون في جسمك، انت اكيد سمعت عنه، اللي هو الادرينالين. والادرينالين ده على الرغم من مساوئه واضراره على جسمك الى ان عقلك بيحبه قوي. ليه؟ لان زي ما قلت لك الادرينالين ده بيعلي كل حاجة على الاخر، انت بتكون مستثار جدا، ضغط دم في جسمك شديد قوي، ضربات قلبك سريعة، كل حاجة عالية. الاحساس ده من النشوة او الطاقة بيطلع في جسمك هرمون تاني اسمه الدوبامين، وده هرمون الادمان. علشان كده لو تتأمل معايا، هي ليه الناس ممكن تروح تدفع فلوس عشان تتفرج على فيلم رعب، يخافوا شوية في السينما ويروحوا؟ هم استمتعوا ليه؟ استمتعوا عشان هم عاشوا في الحالة دي لفترة، وده إحساس ممتع وإدماني. وأنا كنت اتكلمت عن النقطة دي بالتفصيل في فيديو مفصل عن الخوف، سيبهولك هنا لو حابب تبقى تبص عليه. ولكن دلوقتي خلينا نكمل. لو انت بقى بتسألني سؤال وتقول لي يعني انت في حاجة في جسمنا ربنا حاططها فينا مضرة لينا، اللي هي الادرينالين، ربنا حاطه ليه طالما هو بيضر جسمنا؟ لا طبعا، هو ليه لازمة مهمة جدا وليه فايدة مهمة جدا، بس هو غير مصمم انه يشتغل لفترة طويلة. ده يا حبيب قلبي هرمون الطوارئ، ان لما تحصل كارثة الهرمون ده يطلع في جسمك، يبقى فيه طاقة في جسمك رهيبة جدا تقدر تواجه الكارثة اللي بتحصل دي. لكن انك تعيش بيه كل يوم بتطلعه، هو مش مصمم لكده تماما. ليه؟ لان من اخطر الحاجات الاثار الجانبية يعني اللي بيعملها الادرينالين ان هو بيقفل او بيعطل الجهاز المناعي تماما. فكل ما تعالج حاجة تانية تبوظ في جسمك، كل ما تعالج حاجة تانية تبوظ في جسمك، الجهاز المناعي مش مظبوط. فبالتالي انا قلقت جدا، ادرينالين طلع، ظهرت حالة نشوة المخ بيحبها جدا، راح مطلع لي هرمون تاني اسمه دوبامين، والمخ بيحب الدوبامين جدا، وده هرمون ادماني. فهيعوزني جسمي، هيعوزني اوصل للحالة دي من النشوة عشان يطلع الدوبامين. عشان كده تأمل كده اي حد في حياتك ان هو شخص قلق، وانت عارف انه بيقلق كتير، اكيد انت لاحظت ان هو بيقلق على حاجات ما ينفعش نقلق منها، صح؟ حاجات يعني ما يتقلقش منها، اللي هو يخترع سيناريو ما تعرفش جابه منين. طب لو ده حصل يا نهار اسود هنعمل ايه؟ هو مش واعي ان جسمه ومخه عاوزينه يوصل باي طريقة للحالة دي من القلق، اتبرمج على كده. طيب بعد ما فهمنا بقى ازاي جسمنا ممكن يدمن حالة القلق او الخوف، انا بقى عاوز اكسر الادمان ده، اعمل ايه؟ ده موضوعنا في المستوى الثاني، اللي هو ال3 فيديوهات الجايين في الكورس. اتمنى ان انت تكون ماشي معايا بالتدريج، وبفكرك ان لازم انت تتفرج بشكل مترتب في القائمة بتاعت الكورس من القناة، علشان المعلومات انا مصممها بحيث تكون مبنية على بعضها. اتمنى الكورس يكون مفيد بالنسبة لك. انا نادر رجب، واشوفك في الفيديو الجديد. اتأكد انك تكون مشترك عشان يوصلك الفيديو اللي جاي، وسلام.